فيما يتعلق بأتكية مناقشة رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوراه، عندنا حضور وعندنا لجنة وعندنا طالب المسكين. القاعدة الأولى على الطالب أن يقوم يوقف أو يقف عندما تدخل لجنة المناقشة. على هذا الأساس لازم الطالب يكون قاعد قبل ما هم يدخلون وقبل ما هم يوصلون، مو واقف بالباب، بحيث بس يدخلون أعضاء لجنة المناقشة الطالب يقوم يوقف وما يقعد إلى أن يسمحوا له أو يقعد أخير عضو من أعضاء لجنة المناقشة. لازم يلتزم الباحث بالوقت المحدد له من قبل اللجنة اللي هو لا يقل عن 10 دقائق ولا يزيد عن 20 دقيقة، هذا وقت عالمي. لا يفضل الارتجال، وإنما الكلام اللي تريد تقوله بالمناقشة لازم تكون كاتبه في ورقة، فلازم أنت وتقرأ بالورقة كل شوية توزع بالتساوي نظرك بين الورقة وبين أعضاء لجنة المناقشة. لا تقاطع أعضاء لجنة المناقشة هم يتحدثون، لحد ما ينهي عضو اللجنة كلامه ويسمح لك بالتحدث، أنت شنو؟ تبدي تتحدث وتدافع عن الرسالة مالتك. الأسئلة اللي يطلبوها من عندك أعضاء لجنة المناقشة أو التوضيحات تسجلها يمك على ورقة كلها، سؤال سؤال، ومن يسمحون لك يلا تبدي تجاوب وتدافع، ما تجاوب بشكل دايركت إلا في حالة هو قال لك جاوبني حالا فورا.